دلوقتي عرفنا ليه نزل الجيش الأمريكي شوارع المدن الأمريكية. وده قبل إعلان يفجيني بريجوجين قائد مجموعة فاجنر الروسية التمرد المسلح. البعض قال إن انتشار الجيش الأمريكي غير المسبوق وحالة التأهب البري والجوي والبحري في القوات الأمريكية الغير مسبوق كان بهدف عمل مناورات مع القوات المكسيكية والقوات الكندية. وقالوا إن هو إجراء احترازي لمواجهة هجوم نووي، وإن ده إجراء هم القوات الأمريكية بتعمله. وقالوا إنها حملة ضخمة بتستعد أمريكا لخوضها ضد تجار المخدرات على الحدود مع المكسيك. الكلام ده كله طلع كذب، وصحيفة الواشنطن بوست كشفت السبب الحقيقي، وهو خوف أمريكا من رد فعل قوي من روسيا في حالة انفلات الأمور في روسيا بعد ما المخابرات الأمريكية عرفت بنية يفجيني بريجوجين اللي هو قائد مجموعة فاجنر إعلان التمرد المسلح. يعني المخابرات الأمريكية عرفت إن في تمرد مسلح هيقوم بيفجيني بريجوجين قائد مجموعة فاجنر، فعشان كده راحت منتشرة في الشوارع القوات الأمريكية على أساس إنه ممكن الأمور زمامها يفلت من بوتين أو من القوات الروسية، وربما يتم استخدام الأسلحة النووية. عشان كده كانت في حالة تأهب قصوى على كل الجبهات في الساحة الأمريكية. وده بيؤكد في الحقيقة أن أمريكا مش سهلة، والمخابرات الأمريكية لديها عملاء وجواسيس في الساحة الروسية. الغريب في الأمر أن كانت الولايات المتحدة الأمريكية بتظهر أن ده إجراء عادي، وفي نفس الوقت كانت بتخطط وكانت على علم ولربما تكون على تواصل مع يفجيني بريجوجين قائد مجموعة فاجنر من يعني قبل إعلانه التمرد المسلح. وأنا عايز أقول هنا برضو إن مجموعة فاجنر دي مجموعة من المرتزقة. طبعا هي بتتعاون تماما مع الجيش الروسي، لكن في النهاية هي مرتزقة. المرتزقة اللي بيدفع له أكتر بيكون ولاؤه له. انضمام أو تواصل مجموعة فاجنر مع الأمريكان ده شيء طبيعي جدا وشيء وارد جدا مع مجموعة من المرتزقة. في الحقيقة المخابرات الروسية وفق التقارير الإعلامية الغربية دلوقتي بتقول إن روسيا بتبحث في كل المعلومات اللي عندها عن وجود صلة للمخابرات الأمريكية أو لأمريكا بالتمرد المسلح لمجموعة فاجنر. ولو ثبت ده هيبقى في رد فعل عنيف جدا لروسيا ضد أمريكا وضد مصالح أمريكا في العالم. إن ده في الحقيقة هيبقى إعلان حرب صريح. ويمكن قادم الايام يكشف عن مفاجآت في موضوع التمرد المسلح لفاجنر وعلاقته بالولايات المتحده الامريكيه. اللي يهمنا هنا بقى في مشهد التحول الدراماتيكي اللي حصل والقرار اللي اتخذه بوتين من التعاقد مع مجموعه احمد الشيشانيه لاحلالها او لدعم القتال مع الجيش الروسي في اوكرانيا والاستغناء التدريجي عن مجموعه فاجنر. والخبراء بيقولوا ان اعتماد بوتين على مجموعه احمد ده مجموعه من المقاتلين الشيشان بتضم حوالي 10,000 مقاتل اسسها رمضان قاديروف، وده بيعتبر الابن المدلل لبوتين او الصديق المدلل لبوتين، وعنده ولاء غير عادي لبوتين ولروسيا. وبالامس يمكن وكالات الانباء بس خبر توقيعه عقود مع الجيش الروسي للانضمام واتخاذ اماكن في ساحات القتال في الجبهه الروسيه الاوكرانيه، وطبعا تحت ولايه الجيش الروسي. وده الفرق. يمكن مجموعه فاجنر كانت بتاخد قراراتها بشكل لا مركزي لحد بعيد في عديد من قراراتها الميدانيه في ساحه القتال، عكس مجموعه احمد اللي هي هتكون تحت قياده الجيش الروسي بشكل مباشر، تتلقى الاوامر منه بشكل مباشر. وعايز اقول هنا برضو خبراء الروس العسكريين قالوا ان مجموعه احمد يعني عندها الولاء، اولا عندها الالتزام الاخلاقي والالتزام الديني
كبير جدا. كمان هم ما بيشربوش خمور على الاطلاق، يعني عندهم انضباط غير عادي، طبعا هم مسلمين. عكس مجموعه فاغنر، يمكن الخمره اللي كان لا تغادر ايد يفجيني بريجوزين اللي هو قائد مجموعه فاغنر وقيادات المجموعه، وما كانش عندهم الالتزام يعني الخاص بالقتال، يعني ممكن يخونوا وممكن يبيعوا زي ما بنقول كده بكل سهوله. فمجموعه احمد هتضيف كثيرا للجيش الروسي ميدانيا، خاصه ان هم مجموعه بتتميز بالقتال الشرس جدا، وعندهم عقيده النصر او الشهاده اللي هي موجوده عندنا احنا كمسلمين في الحقيقه. يعني الناس بتؤمن ان هو داخل ينتصر، يا اما يدخل يعني ينتصر، يا اما يستشهد ويدخل الجنه. عندهم عقيده ايمانيه قويه، ودي بتديهم قوه في القتال في الحقيقه، بجانب السجل العسكري الخاص بالقتال. مجموعه احمد ويعني شرسين جدا لدرجه كانوا بيتصوروا مع الجثث في معارك الحربيه اللي كانوا بياخدوها. خلونا ننتظر نشوف المشهد في روسيا هيبقى ايه في ظل تطور الامور والعداء. يعني دلوقتي اقدر اقول العداء المعلن من روسيا ضد امريكا بعد ثبوت معرفتها بانقلاب مجموعه فاغنر قبل وقوعه وانتشار الجيش الامريكي في الشوارع. يعني كان هناك نيه مبيته لدى امريكا بتدخل ربما العسكري في الساحه الروسيه اذا تطورت الامور. وهكذا عالم السياسه، لا صديق فيه دائما ولا عدو فيه دائما. خلونا نوصل ونتابع ونشوف. بشكركم، كنت معكم الصحفي هاني عبد الرحمن.